السلام عليكم. القصة ديال اليوم ديال واحد البنت اللي اختفت في ظروف غامضة. هاد البنت هادي كانت إنسانة اللي داخلة سوق راسها وإنسانة اللي محترمة. اختفت في ظروف غامضة حتى غادي يلقاوها الوالدين ديولها بالتعاون مع الدرك الملكي طيحة في واحد البير. والصدمة ماشي هنا، من يلقاوها طيحة وتعرضت على الطبيب الشرعي غادي يلقاو أنها السيدة حاملة. القصة ديال هاد البنت هادي راه قصة كتشيب الراس، وبعد ما غيتصنتو ليها غتفهمو علاش قلت لكم هكا. اشنو وقع لهاد البنت هادي وشنو اللي وصلها لهاد المواصل؟ واش طاحت بوحدها ولا طيحها شي حد؟ هادشي اللي غادي نتعرفو عليه في القصة ديال اليوم. بقاو معنا. ولكن اخوتي قبل ما ندخلو في التفاصيل ما تبخلوش علينا باللايك، واللي مازال ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس على الكل. على بركة الله ندخلو في تفاصيل قضية اليوم. القضية ديال اليوم ديال واحد البنت واللي الاسم ديالها مجدولين. هاد البنت هادي كتسكن في البادية. هاد البنت هي الوحيدة عند والديها اللي هي بنت، اما عندها خوتها وخوتها كتار، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، 5 ديال الخوت الذكور. وكانت هي الأنثى البنت الوحيدة في العائلة، وكانت هي صغيرة. ماشي هي الصغيرة، كاين خوها اللي صغر منها، كاين 4 ديال الدراري وكاينة هي عاد خوها صغر منها. المهم هاد البنت هادي عايشة في واحد الأسرة اللي محافظة. بعد ما توفى الأب ديالها بقات عايشة هي والأم ديالها، وكان خوها ماشي الكبير اللي تابعو هو اللي كان تيصرف على الدار. كان واحد السيد اللي متخلق، سيد داخل سوق راسو، وهو الوحيد اللي فيه هاد الصفات في هاد العائلة، لأن الولاد الآخرين كلهم غير شمكارة وغير حباسة. وهداك الولد الكبير الأخ ديال مجدولين اختفى 11 عام ما شافوهش، حتى غادي يظهر في هاد السنة هادي ديال هاد الواقعة. اختفى مدة طويلة. ملي كيسولوه السيد ما تعطيهم خيط من مخيط، ما تعطيهمش شنو وقع. تيقول لهم كنت هنا وصافي، تيدلس عليهم الكلام. ما عرفوش هاد السيد واش كان مقبوض، واش الاختفاء ديالو فين كان، الله اعلم. 11 عام جا عاش مع خوت ديالو في نفس الدار، جاب 0 درهم، كي مشى كيف جا، ما جاب حتى شي حاجه ديال الفلوس ولا حسن من الوضعيه ديالو ولا شي حاجه. هاد الخوت كلهم كانوا كما قلت لكم الا هذاك الولد اللي هو الثاني في الترتيب ديال الاسره، هو اللي كان واحد الدري داخل سوق راسو ودري اللي مسؤول. ولكن هاد الخوت ديال مجدولين كلهم كانوا واحد الدراري اللي غير مسؤولين، غير كما هي الدرة الخاوي. وفي نفس الوقت كيجيو كياكلوا ويشربوا في نفس الدار اللي ساكنه فيها مجدولين الام ديالها، لانهم ما عندهمش مقر اخر ولا سكنه اخرى، وخوهم هو اللي كيصرف عليهم. وخوهم ديما كيتخاصم معاهم وتيقول لهم واش نتوما خاصكم يد ولا خاصكم رجل اللي نبقى نصرف عليكم؟ انا راه تقهرت، انا بغيت ندير الحياه ديالي وبغيت نتزوج وغدا، وانا راه بيا غير الام ديالي وما كون خليتكم وزدت الام ديالي الاخت ديالي. وصابر هاد السيد هذا، يلاه ديما الشجار. الام كتدخل كتقول له ولدي غصبر. هاد السيد هذا فعلا تقاد الصبر ديالو، كل نهار مشاكل اش غادي يدير؟ والخوت ديالو ما تيحاولوش انهم يغيروا من الوضع ديالهم. واحد النهار هو السيد غادي يمشي منطقة أخرى، وطلب من الأم ديالو أنها تمشي معاه. ولكن الأم ديالو قالت ليه أنا كبرت في هاد الدار، ولدت الولاد ديالي كلهم ولدتهم في هاد الدار، وكنعرف جيراني والناس ديال الدوار ديالي الناس مزيانين، أنا ما غاديش نتحول. بقات كتخدم هي وبنت ديالها مجدولين، تخدمو في الفيرمات. يلاه دايرين شي بهيمات تعاونو بهم. السيد ما عطاتوش الخاطر ديالو ان الام ديالو تخدم واختو تخدم،
عاود تاني رجع، ولكن الحال باقي هو خوتو كيباتو على التشمكير وكيجيو يدلو الناس اللي في الدار، وإلا خدمو كاع ما تيعاونوهش. المهم جات ليام حتى هذيك البنت مجدولين اختفات بدون سابق انذار. الام ديالها قالت تتقول لولادها والجيران بان البنت ديالي خرجت تسخر من الحانوت ما رجعتش. قالت لي انا غادي نجيب شي حاجه من الحانوت وما رجعتش. تيقلبوا عن الجيران، تيقلبوا عن صديقات ديالها، عن العائله، ولكن هاد البنت هادي ما كاينش لها الاثر نهائيا. فين مشات هاد البنت هادي؟ تتصلوا بها والو، لا من مجيب. فين مشات هاد البنت؟ تعيروا ويمشيو لعند الدرك الملكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الام ديال المجدولين غتعاود لهم من تختخت السلام عليكم. قالت لهم ودير البنت ديالي خرجت تسخر من الحانوت، تسخر جيب شي حاجه من الحانوت وما عاودش رجعت. ما عرفنا واش اختفت بالاراده ديالها ولا خطفها شي حد ولا وقعت ليها شي حاجه. الدرك الملكي غادي ياخدو المعلومات ديال هاد البنت، الاسم ديالها الكامل، السن ديالها، المواصفات ديالها، خداو التصويره ديالها الى اخره. غادي يبداو يبحثوا على هاد البنت هادي، ولكن هاد البنت مبانش لها الاثار نهائيا. الام ما فقدتش الامل، بقات كتقول غادي ترجع اليوم على غدا غادي ترجع، ولكن البنت ما رجعتش. الدرك الملكي داروا الخدمه ديالهم ما بان والو. واحد السيد اللي هو كيرعى الغنم تما جنب الدوار فواحد الخلا، واحد المرعى كبيره تما ما فيها لا شجر لا والو، غير الخلا، فيها غير السدر النباتات الخلويه سارح تما. هذيك البلاصه كان فيها واحد الوقت واحد البير، وكان مولاها داير الفلاحه تم، ولكن ماشي داير الشجر، كان داير غير بير مركب عليه موطور وتسقي غير دوك بحال الزراع، بحال الفرينه، كيدير البرسيم. ولكن منين ما بقاش الماء صافي هز الرحال ديالو مشى لبلاصه اخرى اللي فيها الماء، وبقى هذاك البير خاوي ما فيه حتى حاجه، ساكن فيه غير الحمام. هذاك السرح تيدور تما حتى داك البير حتى غادي يشم واحد الرائحه اللي هي كريهه. جا الفضول بدا يطل، كيدير شد واحد المرايه وكيعكسها مع اشعه ديال الشمس وكيضوي في قاع البير، وتما غادي يبان ليه راس ديال البنت والشعر ديال البنت. مباشره غادي يمشي لعند الدرك الملكي. مشى عند الدرك الملكي قال لهم ودينا راه كنسرح البهيمات ديالي في المكان الفلاني، حتى كنشم واحد الرائحه خارجه من واحد البير. هو كان تيدير معاه في الشكوره ديالو، تيدير معاه ديك المرايه، ملي كيبغي كيحسن غير تمايا، ملي كيسقاو ليه البهايم ديالو كيحسن الوجه ديالو. قال لي جبت ديك المرايه كنعكسها مع الشعه ديال الشمس وكتعطيني الضوء في القاع البير، تتبان لي هذيك البنت مقتوله تمايا، وجيت خبرتكم. الدرك الملكي بعد ما تصنتو ليه غادي مشاو معاه، استعنوا بالوقايه المدنيه، هبطوا لهداك البير، وفعلا تلقاو بنت مقتوله تمايا. البنت الجسم ديالها تفاعل ولا الرائحه كتقبس، رائحه كريهه جدا، ولكن الملامح ديال الوجه باقا باينه. طلعوها تمايا، الناس منين شافوا الوقايه المدنيه وشافوا الدرك الملكي تجمهروا الناس، وبمجرد ما طلعوها تعرفوا عليها هذوك الناس اللي كانوا مجموعين تم. قالوا ودي هذه مجدولين بنت فلان، عرفوا شكون هاد البنت هادي. غادي يديوها لمستودع الاموات باش يطلع عليها الطبيب الشرعي ويقول لهم الاسباب ديال الوفاه ديال هاد البنت هي عرفوها، ولكن خاصهم يعرفوا هاد البنت كيفاش ماتت وشنو هما الاسباب ديال الوفاه ديالها. التقرير ديال الطبيب الشرعي منين خرج
قال لهم هاد السيدة ماتت تاريخ كذا كذا، توقيت تقريبي، وقال لهم بأن هاد البنت ماتت في الوقيته اللي سقطت في هاد البير. واش رماها شي حد حية ولا رمات راسها، الله أعلم. أي هاد السيدة ما فيها لا طعنة ما مخنوقة ما والو. وغادي يقول لهم التقرير ديال الطبيب الشرعي أن هاد البنت راه كانت حاملة في شهرها السادس. وهنا غادي يبدا التحقيق مع العائلة. الأم كتقول أن البنت ديالها خرجت غير للحانوت تقدا، ما عرفتش فين مشات، وأن هاد البنت هادي ما كتفارقهاش، وما عمرها قالت لها بأنها كتعرف شي واحد ولا عندها علاقة مع شي حد، ولا جا خطب فيها شي حد، ولا شي حد جا تكلم فيها ولا من قريب ولا من بعيد والو. وهاد البنت هادي لا بشهادة ديال الجيران إنسانة داخلة سوق راسها، ما عمرهم شافوها عليها شي حاجة خايبة، كتلبس لباس محترم، كتمشي تتصافى تخرج مع الأم ديالها، كتدخل مع الأم ديالها. غريب. إلا كانت هاد البنت هادي بهاد الصفات هادي، شكون اللي صفاها ليها؟ وشكون مول هاديك الكرش؟ هنا الأم ما فاتهم بوالو، الأم ما فاتهم بوالو، الجيران ما فادوهم بوالو، ما كاين حتى شي مشتبه فيه اللي يشدو فيه. البنت غادي يحجزو على التليفون ديالها، واش كتواصل مع شي حد شي نمرة غريبة، غنلقاوها كتواصل غير مع الأم ديالها مع الخوت ديالها. أمر غريب. هنا شنو غادي يوقع؟ غادي يبداو يحققوا مع الخوت ديالها واحد بواحد. كل الخوت كلهم تيقولوا كيف ما قالت الأم، ولكن داك السيد اللي قلت لكم كان غابر سنوات ورجع، اختفى فجأة. اختفى فجأة. كيفاش الأخت ديالو ماتت والناس كيجيو عندهم تعزيهم في الدار هو اختفى؟ واش تا هو وقع عليه شي حاجة ولا هرب؟ إلا كان اختفى قضية فيها إن ياك ما هاد شي حد كيتربص بيهم وبينهم معاه شي حاجة. كيتواصلوا مع الخوت ديالو، السيد التليفون ديالو ساكت. غادي دير في حقو مذكرة بحث وطنية باش يشوف هادشي، إلا كان فشي كان هربان غادي تلقى عليه القبض، وإلا كان وقعت ليه شي حاجة غادي يبان. مشات الأيام وجات الأيام، مشات الشهور وجات الشهور، هاد السيدة هادي ما بانش شكون اللي دار فيها هاد الحالة، وما بانش شكون مول هاديك الكرش، حتى غادي يلقيو لها القبض على الأخ ديالها في واحد المدينة اللي بعيدة، اللي تقريبا 6 سوايع ديال باش بعيدة من السكنة اللي هو كان ساكن مع خوتو. 6 سوايع ديال الطريق. لقاو عليه القبض، جابوه كيحقو معاه. قال كيفاش انت الأخت ديالك توفات وانت اختفيتي بدون سابق انذار؟ لأنه كان مبحوث عليه. السيد كيقول له ودي أنا ما عنديش، أنا واحد الإنسان اللي مبلي وكنبغي الراحة النفسية، وديك الساعة بقاو كيجيو عندنا الناس بزاف وملقيتش راحتي وزدت، وانا راه كنت غابر شحال من سنة هادي، يلاه جيت غير شهور قلال باش جيت تمايا، كنبغي الوحدانية، كنبغي نعتزل بوحدي، متنبغيش ديك قوة الهرج. وهذا مبرر ماشي مبرر ما والو. علاش ما تودعتيش مع خوتك؟ علاش ما قلتيش لهم راني غادي؟ السيد هاد السيدة هادي اللي مجدولين ملي كانوا لقاوها في داك البير، كانوا هزو منها لا دي ان ديالها، لا دي ان اللي تلقى فيها، ولا دي ان ديال الجنين. وهنا بحكم ان السيد مشى وما قال لخوتو والو واختفى، بقى اختو يلاه ماتت، غادي يقارنو داك لا دي ان ديال الجنين مع هاد السيد هذا، وغادي تخرج نتيجة ايجابية انه هو الاب ديال داك الطفل. السيد عنده جوج الحوايج. الحاجة الأولى هرب هو باقي الناس الخوت
كيتلقاو العزاء والام تتلقى العزاء ديال البنت، الوفاه ديال البنت ديالها، هو هرب، وهذا الامر ماشي عادي. تاني حاجه l'ADN خرج ايجابي. هادشي شنو كيفسر؟ كيفسر انه هو مول الفعله. زيروا عليه، هو اعترف قال لهم بانه مني كانت الام ديالو كتمشي مثلا للسوق الاسبوعي ولا كتمشي لشي مناسبه ما كديش معاها البنت ديالها مجدولين، كان هو تيبقى في الدار، وخوتو بعد النوبات كيخويو الدار. هذاك الاخ اللي هو كيخدم عليهم كيمشي يخدم، الخوت الاخرين تيمشيو يخدموا لانهم تيخدموا نهار ويجلسوا نهار، تيمشي يخدموا، تيبقى غير بويا في الدار. وبقى كيدور بها حتى وقعوا في المحظور، وقعوا في علاقه محرمه. اليوم على غدا السيده حملات جات قالت لي تعاون معايا باش نريح هادشي. قال لها ما عنديش انا الريال وما كاين باش نعاونك. السيده كنشوف انا الباطن ديالها غادي تكبر، غادي تشوه، والمصيبه مع من؟ مع خوها. اش غادي دير؟ قال لانه السيد زيروا عليا واش انت اللي صفيتي عليها. قال لهم لا، ربما هي اللي دارت في راسها هذاك الشيء. وعياو ما يحقوا معاه، واتضح لهم بان السيده منين ما لقاتش شي مخرج للمشكله ديالها، اش غادي دير؟ غادي تصفي على راسها الطرماط في هذاك البير باش كتهنى من الفضيحه. شوف هاد السيد هذا اش خلى الشيطان ما يدير. هذا الناس كتغير على خواتات ديالها، ما كيخلوهمش يخدموا، ما كيخلوه يتهلاو فيهم، كيديروا جميع الحوايج. هذا راه مشى لابعد حلول، ابعد الحوايج. عوض انه يتهلا في الاخت ديالو، مشى تعدى عليها اولا. ثانيا راه هاد الحوايج هادو راه ما كيديرهمش شي واحد اللي هو عنده ولو 10% من العقل. بلا ما نطول عليكم اخوتي، الى وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا باللايك وبارطاجيو هاد القصه هذه للعبره. نلتقي في حلقه جديده ان كان في العمر بقيه.